جون إدوارد مغامر شاب عنده 26 سنة. في يوم دخل هو ومجموعة من صحابه كهف اسمه نيتي بوتي في ولاية يوتا الأمريكية سنة 2009. وهم بيستكشفوا الكهف، جون سلك طريق غلط ودخل ممر مجهول، ولما حاول يزحف أكتر لجوه اتزنق في فتحة عرضها ضيق جدا. جسمه اتقلب وراسه بقت لتحت، وده خلاه يفقد القدرة على إنه يتنفس كويس. فرق الإنقاذ وصلت وقعدوا ساعات طويلة يحاولوا يطلعوه، استخدموا الحبال والأجهزة وكل الطرق الممكنة، لكن الكهف كان أضيق وأصعب من إنهم ينقذوه. للأسف بعد محاولات فاشلة استمرت أكتر من 27 ساعة، جون مات، وجسمه لحد النهاردة لسه موجود جوه الكهف اللي اتقفل عليه بعد الحادثة. ودي كانت النهاية الحقيقية والمأساوية لفيلم The Last Descent، مغامرة بدأت بشغف وانتهت في ظلام كهف نيتيبوتي للأبد. لو عجبك الفيديو حط لايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد.